المحظور تنزليها، الأماكن الأمان، مفيش أبدا رقابة عليه. بس فطبعا يعني المقابل قصاد الكلام ده كله هناك بسيط جدا. هما بياخدوا تذكرة 10 جنيه وعليها كرسي وشمسية. طبعا كويس جدا بالنسبة لأماكن تانية كتير الأسعار فيها بتبقى أوفر. وده بقى هنا المكان اللي بقول لكم عليه، الناس بتيجي تنزلوا، الناس اهل المكان نفسه بقى. فغالبا هم فاهمين برضو ايه الاماكن والامان وايه الاماكن اللي، بس حد زي حالاتي بشر لسه جاي المنطقه جديد فمش فاهم حاجه قد كده في البحر بصراحه. لا قلقت خالص ان انا اخلي ولادي ينزلوا في المكان ده. طبعا بنروح ننزل الشاطئ التاني الممهد اللي عليه بقى منقذين وشاطئ كله رمل مفيهوش صخر خالص. بس طبعا زي ما انتم شايفين المية هنا مغرية بصراحة، البحر كله تحفة. انا بقى بعشق الصخر ده في الصور، يعني بننزل دايما نتصور بس ونقعد هنا في المكان ده. سيبكم تستمتعوا بصوت الموج شوية وبعدين نرجع نكمل.
في بقى قدام شوية لما هنكمل واحنا ماشيين هتشوفوا بقى الشاطئ الرملي. المنطقة هنا أبو طالب سكنية، تعتبر سكنية مش مصيفية بس. وفي بقى هي تعتبر أول الساحل الشمالي، أول طريق الساحل الشمالي. في قبلها منطقة اسمها الصفا، وبعد كده أبو طالب، بعد كده سيلفر بيتش، بعد كده سيدي كارير. وانتي بقى ماشية مكملة طبعا بقيت بقى المناطق يعني، وبقيت بقى الساحل كله. بس المكان هنا هادي وجميل، من الرغم انها مهجورة شوية، بس هي اغلبها فيلل مهجورة، اصحابها هجروها يعني. نادر جدا لما تلاقي حد في الفيلل دي. بداية من هنا بقى دي الكافيتيريا. طبعا بتقعد هنعمل دي فيديو لوحده ان شاء الله. ودي هنا طبعا الكافيتيريا بقى وكل اللي حواليها ده يخصها لحد بقى ما بنوصل طبعا بداية للشاطئ. طبعا انا على حسب اللي بسمعه، لان احنا اول سنة نصيف في ابو تلات السنة دي يعني، لما فرشت بقى الشقة وقعدنا، فقلنا نجرب الصيف فيها. حتى اولادي بصراحة استمتعوا جدا. وطبعا البحر انتوا شايفين جماله وصفيان المية، حاجة خيالية يعني، المية كريستالية حقيقي. فحتى ان شاء الله بأمر الله هنرجع تاني في اخر 7، وهنروح برضو ابو تلات ان شاء الله. كنا متعودين نأجر في قرية، بس خلاص مش ولادي رفضوا بقى تأجير وحابين المكان جدا وعايزين يروحوا تاني. فطبعا انتوا شايفين البحر وجماله عامل ازاي. وبس كده، وانتظروا بقى من فيديو للشاطئ كله ان شاء الله واحنا بنتمشى عليه.